طب خلينا نتكلم بجد، انت كلامك كله يعني الكومنت كله فيه شويه حاجات غلط في غلط. تمام. اول حاجه، انت معاك جرو لسه 3 شهور ونص، عايزه يبقى حراسه من دلوقتي ويبقى بيهوهو على الناس وي وي والكلام ده كله مش مظبوط. هو جرو 3 شهور ونص ده تبدا تاسسه، تبدا تعمل له تنشئه اجتماعيه، تبدا تعلمه الحاجات الاساسيه والكلام ده كله. تمام ماشي. والقصه دي كلها وانك انت عايزه يشوف الناس الغريبه خطيره من دلوقتي، ده مش مظبوط. انا معاك، ممكن الجراوي في السن ده 3 شهور ونص، اكبر شويه من كده نبدا نعلمه ما يسمى بالبايت وورك، ان هو يعض على العضادات ويعض على الحاجات، ونعلمه نظبط له عضته ونخليه يتحمس جدا والكلام ده، بس باللعب. تمام. مش نجننه، ما نجيبلوش حد يجننه. تمام. ودي نقطه تانية هنتكلم فيها، هقول لك عليها، بيغلط فيها ناس كتير جدا، وغالبا انت برضه هتغلط فيها او غلطت فيها، ان ناس كتيره بتبقى عايزه تدرب كلابها حراسه بنفسها. ده مش طبيعي خالص. انا اقول لك الطاعه عادي، الطاعه في ناس بتبدا تدور على النت والكلام ده كله وبيدرب كلابه، وانا قابلت ناس معلمه كلابها تريكات قويه جدا جدا جدا، ولا هم مدربين ولا اي حاجه خالص، بس قعد يدور ويعمل كده. فطاعه ما فيش مشكله. تمام. انما حراسه ده بيتطلب واحد دارس. اول حاجه هيختبر الكلب ازاي، تاني حاجه هيشوف شخصيه الكلب تنفع اصلا ولا ما تنفعش، تالت حاجه هيشتغل مع الكلب ازاي واحده واحده، رابع حاجه هيديله البايت ورك او الشغل العض، ان هو يتعلم يعض ازاي والكلام ده كله كمهاره، مش كان هو يهاجم حد خالص، لا ده بيعض على ادوات والحاجات دي كلها. تمام. خامس حاجه ماشي، هيبدا ازاي يدخله المهاجم بشكل مظبوط، وهيعرف يحدد السن المظبوط اللي يحصل فيه القصه دي. وقصه طويله جدا بتحتاج حد محترف وشاطر يعمل الكلام ده، مش انت اللي هتدرب كلبك حراسه. تمام. لان احنا بنقابل بلاوي من الناس اللي حاولت تدرب كلابها حراسه، لان الموضوع ده يعني متخصص جدا. تمام. مفيش حاجه اسمها، ما ينفعش مثلا انت عندك الزايده فتقول انا هفتح واشيلها لنفسي. تمام. هي حاجه يعني قريبه من كده شويه، ان في تخصص هنا بكل بساطه. تاني حاجه، انت بتقول ان هو مش بيهوى على الناس الغريبه والكلام ده كله. هو اصلا لو كلبك 3 شهور ونص وبيهوى على الناس الغريبه من السن الصغير ده، في الاغلب عنده مشاكل. يعني في الاغلب يا اما يعني اما كانش بيلعب وده عادي وما عندناش مشكله، في الاغلب عنده مشاكل، في الاغلب عنده مشاكل قلق، مشاكل خوف، الكلب ده مش مظبوط وهكذا. فطالما كلبك ما بيهواش على الناس الغريبه من دلوقتي وبيتعامل معاهم على اساس ان هي حاجه عاديه، ناس معديه وكده، اقول لك 100 100. مش هقول لك طبعا خليه كل الناس تلعب معاه، ولا اطلقوا ان كله يتعامل معاه والكلام ده كله، بس عودوا على الدنيا، وعودوا ان في ناس بتعدي، وعودوا على الشارع والكلام ده كله. ثم بعد كده استعين بحد شاطر يدربه حراسه.